السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. حبايب متابعيني، اليوم وصفتنا هي عمل الفلافل بطريقة سهلة جدا وبالبيت، وما يحتاج لا ماكينة ولا قالب. اسويها هيك بالبيت، سهلة واطيب من مال برا وصحية اكثر، لان تعرفون فلافل البرا تسوي تسممات هواي، دا يصير تسممات من سبب الفلافل. إذا تشوفوها مثل ما تشوفوها هسه، هاي بعد ما كملت طبعا مرحلة القلي. هنا هشة ولونها حلو. طبعا أنا ما أحب أسويها بالقالب لأن يطلع عجين، أحب أسويها باليد تطلع خفيفة ومقرمشة عندي. وهنا جيت نقعت الحمص، هذا عندي كيلو من الحمص، نقعته قبل يوم بالليل لمدة 10 ساعات نقعه أو 12 ساعة، أهم شي يتنقع قبل يوم. بعدها راح اجي اصفيه، ضروري تصفوه من المي لان راح يطلع طعمه مو طيب. تصفيه من المي وراح تاخذيه بالخلاط. طريقة بالخلاط لا تجيبيه كله وتخليه بالخلاط، لا نخلي مثلا هسه هنا خليت 3 أكواب من الحمص وكوبين من المي، واخلط شوية. اذا شفتوه شوية بعده ثقيل على الخلاط ما يخلط، ضيفوا له شوية مي وخلطه. هسه راح اشغل الخلاط شوية شوية، اشغله مثل ما تشوفون حتى الخلاط هم من يحترق عندي، واسوي الفلافل بطريقة سهلة. هنا ضفت له بعد شوية مي باعوا القوام مالته، وراح اجي اصفيه بالمصفي. هاي هيجي صار عندي. طبعا هذا مو يعني مي بيه هواية، هسه راح ينشف ويطلع الفلافل. بعدها راح اسوي اني شوي شوي كميات واصفيه بالمصفي. هاي الكمية الثانية سويتها بالخلاط، تسويه على 3 دفعات حتى الخلاط ما يحترق عندكم. وهنا راح ابقيه اصفيه بالمصفي، ينزل المي مالته، وتقلبوه هيك شوية حتى المي مالته ينزل. اتركوه لمدة ساعة بالمصفي. بعد ساعة راح ترجعون له تلقوه ناشف من المي. وهاي بعد مرور ساعة بعد شلون نشف من المي وصارت عندي الفلافل جاهزة. طبعا راح تقدرون هنا تخلوه يعني بالثلاجة بالفريز تجمدوه بأي وقت تستخدموه. هنا هذا المي طلع عندي مالته، تقدرون تستخدموه بأي وقت بالثلاجة. يعني هنا راح أقسم نصين، نص أسويه بالثلاجة أفرزه ونص أستخدمه. طبعا من تستخدموه تخلوا له نص كيلو، تخلوا له ملعقة من الشاي صودة، تخلوا له بهارات مشكل والملح. وهنا مرحلة القلي، وهنا النتيجة. إن شاء الله يا رب عجبتكم وألف عافية.